بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله بشكوت العيد التونسي. طلب من الكثير من الاصدقاء، طلبوا مني البشكوت التونسي. البشكوت التونسي باش نعمل كيلو فرينة، يعني كمية كبيرة. نعرف العائلات التونسية يعملوا كمية كبيرة، ما حبيتش نعمل رطل. كيلو فرينة، زوز كيسان زيت، 4 بيضات، سكر فانيليا قد ما تحبوا، يعني باكو خميرة حلويات. نستعملوا قشور البرتقال او قشور القارص، او يعني اي منكه انتم تحبوا تعملوه تستعملوه. باش نستعمل 300 جرام سكر عادي، وممكن نحتاجوا لشويه حليب، شويه مش برشا حليب، رشه ملح كالعاده. نبداو بسم الله. 4 بيضات، رشه ملح، زيت، زوز كيسان زيت، 300 جرام سكر فانيليا. نعملوا قشور البرتقال، نجموا نعوضوا قشور البرتقال بقشور القليل من الحليب، القليل مش برشا. وتوا نخلطوا المكونات. طب باش نضيف الخميره نتاع الحلويات. توا باش نضيف كيلو الفرينه، خاطر انا متاكده اللي الخليط هذا يكفي الكيلو. توا نستعملوا يجينا، ما نعجنوش كالعاده. المقادير اللي عملتها يعني كفت كيلو جرام من الفرينة، وجاتنا طرية هيكا. يزيها ما يلزمناش نعجنو برشا. انا ما عنديش الماكينة، يعني نعمل بيدي بالطريقة هذه. انتوما تعملوا الشكل اللي تحبوا عليه، يعني معانا. ديريكت توا تدخلوه للفرن. درجة حرارة الفرن 180 درجة مدة 20 دقيقة إلى نصف ساعة. ودرجة حرارة الفرن 180 درجة. هذايا بشكوت متاعي، هذايا بشكوت العيد، هذايا البشكوت متاعي. شوفوا ثم يعني تشققات